السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وفي نفس الوقت هتكون سهلة كده، وكل مقاديرها موجودة عندنا في البيت، وكمان من غير لحمة ومن غير فراخ. معنا كده حلة على النار أو الوك، معنا فيه شوية زيت كده، وأخدت معاهم كمان حتة سمنة. هنبدأ بقى كده نسيح السمنة مع الزيت، أو حابة تطبخ بزيت بس مفيش أي مشكلة. هناخد مع بعض البصلة بالشكل دوت. نبدأ بقى نشوح البصلاية دي. ودي أكلة الحلة الواحدة، كمان مش هنحتاج فيها حلل كتير. نبدأ كده نشوح البصلاية كده. هناخد معانا شوية ملح علشان البصلة تتحمر بسرعة وما تتوحدش معانا. يعني متتحرقش بسرعة، او متبقاش حتة واحدة محروقة والتانية لأ، تبقى كلها كده متدبلة كده وجميلة ان شاء الله. زي ما احنا شايفين البصلايه دبلت معانا اهي، مش هنستنى ما تتحمر. وهناخد بقى معانا الاكله دي مش مقادير، يعني على حسب افراد اسرتك هتعمليها. هناخد بقى شويه شعريه، نبدأ بقى نحمر الشعرية مع البصلاية بالشكل دوت. زي ما احنا شايفين الشعرية بدأت تتحمر اهي. ناخد كده الجوانب معانا معلقة توم مفروم. نبدأ كده نقلبها هي كمان لحد ما ريحتها تطلع مع الشعرية. احنا في الوقت ده مسخن المية او غاليينها عشان الاكل دي ما تاخدش معانا وقت. وتحمير الشعرية بقى على حسب رغبتك، انتي عايزة تخليها غامقة او عايزة تخليها فاتحة، بس انا بحبها غامقة شوية عشان تظهر مع الاكل. انا في الوقت دوت غسلة رز مع عدس اصفر، يعني حوالي كوباية رز او كوبايتين رز مع كوبايتين عدس بس كده. اللون ده حلو قوي. هنبدأ بقى نضيف الرز مع العدس اهو، ونقلبه بقى كويس. الريحة طالعة بقى ما شاء الله جميلة جدا. هناخد بقى المية السخنة نشوحه كده مع بعض شوية لحد ما يشرب كده السمنة والزيت بتاعه. نبدأ بقى ننزل بالمية السخنة.
انا نزلت كده بالمية السخنة. هنبدأ بقى ننزل بالتوابل. معايا معلقة كاري، شوية كاري كده، والملح. طبعا عندك مكعب مرقة، انا المرقة رحت اجيب دلوقتي لقيتها خلصانة عندي فجأة كده، لقيتها خلصانة. هناخد كمان شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة. نبدأ بقى نقلب كده التوابل بتاعتنا ونغطيها لحد ما تستوي ونشوف هيبقى شكلها ايه ان شاء الله. هنغطيها بقى ونسيبها. شكل الرز بعد ما تغرف مش عايز اي حاجة غير ان احنا نحط له كده شوية بيض مسلوق. ريحتها ما شاء الله جميلة جدا وبتأكل يعني جميلة جدا. معانا كده شوية بطاطس هنسلقهم ونحمرهم. الوجبة كده متكاملة وفعلا اقتصادية. حابة بقى تحطي صوص صلصة طماطم، مفيش اي مشكلة. عفوا نسيت خلاص. هنا شوية صوص طماطم كده، بالشكل دوت. بس كده